بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو نتوما بالصحة والهنا ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد. وصفة اليوم ان شاء الله راح نديرو خبزة محشية في الفور بلا بات، تجي بزاف خفيفة وحشو اقتصادي ويجي بنين. بالنسبة للعجينة نحتاجو 4 كيسان كبار تاع فرينة، مغرف كبيرة خميرة الخبز، مغرف صغيرة سكر، والملح حسب الكمية، مغرف صغيرة خميرة الحلويات. نخلطوا جميع النواشف جيدا حتى ينسجموا مع بعضهم، ونزيدو لهم 4 مغارف كبار نتاع الزيت، ومغرف كبيرة تاع اللحظة اختياري تقدروا ما تضيفوهاش. نخلط جميع المقادير جيدا، نبسوها بيدينا حتى يدخل هذاك الزيت في العجينة ويتخلطوا جميع المقادير. نبداو نلموها بالماء الدافي، نلم بالعقل ونعجن كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على عجينة طرية تكون متماسكة وما تلصقش في اليد. هنا بعد ما تلمت معنا العجينة نحاولوا ندكوها شوية، حوالي دقيقتين ولا 3 حتى تولي ليس معانا. نحطوها في غيسيبيو ونغطوا عليها، نخلوها تريح حوالي ربع ساعة ولا 20 دقيقة بلا ما وجدنا الحشو. هنا بعد ما وجدنا الحشو تاعنا وكان برد والعجينة تاعنا خمرت الله الله كما راكم تشوفوا، نحطوها على بلون دو طرافاي تاعنا، نقسموها اون دو، ندير وحده تكون كبيره شويه على الاخرى باش هذيك الكبيره نديروها من التحت والصغيره نديروها من الفوق. نبداو نحلو في الطبقه تاعنا الاولى، نحلوها مليح مليح حتى نحصلوا على عجينه تكون رقيقه شويه باش ما تجيناش خشينه. هنا بعد ما فتحناها بالسمك رقيق نديروها في البلاط تاعنا. انا زدت حليتها شويه، حسيتها شويه مازالت خشينه، نحبها كي تجي رقيقه. نديرو فيها الحشو تاعنا اللي كنا حضرناه. بالنسبه للحشو سمحوا لي البنات المقطع تحذف لي، كنت درت فيه حبه طوماطيش كبيره مع الفصوص تاع الثوم والوريقه تاع الرند، زدت لهم فلفله حلوه، خليتهم طابوا بيا مع بعضهم، ولي زيبيس درت لهم الملح وفلفل الكحل وشويه راس الحانوت. هذا ما كان. ندير هذاك الحشو فوق الخبزه تاعنا، نحلو كامل على الخبزه، نوصلو حتى للجناب باش ما يجوناش فارغين. بالنسبه لهذا الحشو انا موالفه ندير به مملحات بلا دجاج وبلا لحم ويجي بنين. بعد ما استفنا هذاك الحشو كامل نروح نزيدو لهم شويه تاع الطون، ماشي كميه كبيره بزاف، غير باطه وحده تكفيه. ونزيدو لهم شويه تاع الفرماج، حوالي 3 حبات ولا 4 تاع الفرماج، نفتوهم هكذا من الفوق. نروحو نحلو الطبقه تاعنا دوزيام، نحلوها بسمك يكون رقيق ونديروها فوق الخبزه نتاعنا الاولى، نحاولوا نوصلوها لجميع الجوانب ونغلقوا الجوانب تاعنا مليح. نعبزوا عليها مليح بيدينا كما راكم تشوفوا باش كي طيب ما يخرجلناش الحشو من الداخل. نكملوا جميع الجوانب، نثقبوها في الوسط بفرشيطه باش كي تتنفخ تنفس لنا، ما تجيناش منفخه، يخرج هذاك النفس من تما. وكنت ضربت حبه تاع البيض وحدها، ندهنوها من الفوق بالبيض كامل، ونزينوها بحبات تاع الزيتون، والتزيين بقى اختياري، كل واحد يزين على حسب الذوق نتاعو. ورشيت عليها شويه تاع الجلجله من الفوق، وندخلوها طيب على 200 درجه، نشعلو لها من الفوق من التحت، كي نشوفوها طابت وحمارت نخرجوها. البيتزا تاعنا بعد ما طابت انا تحمرت لي شويه هكا والمنظر تاعها جاي شهي، مازال راهي سخونه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. ما تنسونيش بابوني للقناه وجيم وتعليق. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو قادم ان شاء الله.